إذا داومتي كاس من هذا المشروب يوميا راح يزيد وزنك بجنون حتى 7 كيلو في الشهر، ينفخ الخدود ويسمن الجسم، يعالج النحافة الشديدة. هذا المشروب من أقوى المشروبات لزيادة الوزن وعلاج النحافة الشديدة، وراح تشوفوا يعني المكونات اللي فيه كلها مفيدة للجسم، يعطيكم أيضا الطاقة والنشاط ويعالج الأنيميا، مفيد للكبار والصغار حتى المرضعات وحتى الرجال الرياضيين قاع تقدروا ديروه، بالعكس يعني جد مفيد وفيه الفيتامين ويعطي للجسم كل احتياجاته، مفيد للبشرة للشعر للجسم يعني ولا أروع. نتمنى تجربوه لأنه راح ينفعكم بإذن الله. مرحبا بكم على قناة حواء ديزا تيفي. شجعوا الفيديو بلايك وتعليق واشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا. وبسم الله نبدو مع هذا المشروب. أنا دايما في قناتي نبغى ندير لكم وصفات تكون صحية يعني قد ما نقدر. في هذا المشروب راح نحتاجوا كاس من الحليب، ونحتاجوا أيضا 5 حبات من التمر، يعني بعدد فردي تقدروا ديروا 7 حبات، لكن من الأفضل ديروا 5 حبات حتى ما يكون المشروب حلو بزاف. وراح تزيدوا ايضا ملعقه كبيره من بذور اليقطين. انا ما كانش عندي يعني لقيت غير هاد الحبات كنت بديت نصور. نتوما من الافضل ديروا ملعقه كبيره من بذور اليقطين. وراح نضيف ايضا ملعقتين من الشوفان. هذا المشروب ايضا اذا كنت تحسي بالتعب الارهاق الفشل راح يعطيك الطاقة والنشاط، حاولي تشربي منه يوميا كاس وراح ينفعك بإذن الله. شوفوا هاد الشوفان شريته من العطار ولا العشاب، قيس 10,000 وراني يعني في أسبوع أو أكثر وأنا يعني ناكل من هاد الشوفان. يعني مرات نخلطها هكذا مشروبات، مرات مع الياغورت، كل خطرة كيفاش ندير. وشوفوا شعل راه باقي على بها. من الأفضل تشرو يعني بالميزان فقط، يعني قيس 10,000 راح تكفيكم حتى الأسبوعين أو أكثر. المهم راح نديروا ايضا ملعقتين من حليب بودره اللي هي حليب لحظه. تقدروا تستغنوا عن هذا المكون اذا ما توفر عادي، واذا توفر من الافضل تزيدوه لانه حليب بودره فيه بزاف الفيتامينات، يسمن الوجه، ينفخ الخدود خاصه، يعني يعطيكم واحد النضاره ويعمل على ملء الخدود. اذا توفر زيدوا، اذا ما توفر تقدروا تستغنوا عليه، يعني حتى واذا ما درتوش راح تلقوا نتيجه في هذا المشروب. راح نزيدوا ملعقه من يعني السمسم أو الجنجلان. بالنسبة للرجال من الأفضل تزيدوا ملعقة من زبدة فول السوداني، يعني راح تنفعكم أكثر من السمسم. وراح نزيد أيضا ملعقة من الحمص المحمص المطحون، يعني تجيبي مقلاة ناشفة أو طاجين وتحمصي الحمص حتى ما يأثر على القولون وما يضر في القولون. ضروري تحمصوا الحمص. هذا هو يعني الحمص مطحون ممتاز. الحمص لتسمين ولعلاج النحافة، فيه بزاف سعرات حرارية ويعطيكم نتيجة سريعة. وانا سبق وجربتها بزاف في وصفاتي وكان ناجح، واللي كانوا يتبعوني قبل اكيد يكونوا شافوا وصفاتي السابقة اللي عملتها بالحمص. ديروا ملعقة من الحمص المحمص المطحون، وراح نضيف ايضا ملعقة صغيرة من الشوكولا، أو يمكن استعمال ملعقة من بودرة الشوكولا فقط للذوق، يعني حتى تنقصوا من ذوق الحمص، لأنه يعني ذوق الحمص شوية. زيدوا هاد الشوكولا غير شوية فقط باش يجيكم الذوق بنين. المشروب راح يجي أصلا حلو لأنه فيه التمر وراح يجي صحي. تقدروا تزيدوا في هذا المشروب مكسرات إذا توفرت أو حبة موز. راح تشربوا كاس كل صباح، ولنتيجة سريعة تقدروا تشربوا كاس أيضا قبل النوم وكاس في الصباح. داوموا وشاركوني تجاربكم.